السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد على قناة ضربة مفك. القناة بتقدم لك كل جديد في عالم الموبايلات والتقنية بطريقة بسيطة ومفهومة لكل الناس. هتلاقوا هنا شروحات سهلة وبسيطة ومراجعات لأجدد الموبايلات في السوق، ونصايح تخليك تستخدم موبايلك صح وتستفيد منه لأقصى درجة من غير تعقيد ولا وجع دماغ. النهاردة هنتكلم عن حاجة ناس كتير بتسأل عنها، وهي ازاي تسدد ضريبة الموبايل بتاعك بكل سهولة وانت قاعد في مكانك من خلال فودافون كاش وتطبيق تليفوني. خلينا نبدأ مع بعض خطوة بخطوة. أول حاجة هنفتح تطبيق تليفوني، وزي ما حضراتكم شايفين هندوس على كلمة ابدأ. بعدها يظهر قدامنا اختيارين، استعلام وسداد رسوم وجهاز. احنا هنختار طبعا سداد رسوم وجهاز. دلوقتي في الخانة دي هنكتب الرقم التسلسلي أو السيريال نمبر بتاع الجهاز، ولو مش عارف تجيبه سهل جدا، اكتب على الموبايل الكود شباك 06 شباك، هيظهر لك رقم السيريال. ناخد الرقم ده ونكتبه في المكان المخصص في التطبيق، وبعدين نضغط استعلام. هيبدأ التطبيق يستعلم، وبعد ثواني هتظهر قدامنا الضريبة المطلوبة. هنضغط بعد كده على الذهاب إلى الدفع علشان نكمل. هتفتح صفحة جديدة، هنختار منها اللغة العربية علشان كل حاجة تبقى واضحة، وبعدين نختار المحفظة الذكية. هيظهر عندنا رمز الباركود، وتحت منه خانة نكتب فيها رقم الموبايل اللي عليه فودافون كاش اللي هنستخدمها في الدفع. بعد ما نكتب الرقم نضغط إرسال، هيوصل لنا إشعار بالمبلغ المطلوب بعد المصاريف. دلوقتي هنفتح الموبايل اللي عليه فودافون كاش ونطلب الكود ده، نجمة 715 شباك. هنختار تحويل أموال، وبعدين بندخل رقم الجهة أو الباركود اللي ظهر في التطبيق. بعد كده بندخل الرقم السري بتاع المحفظة. هيوصل لك إشعار إن العملية تمت بنجاح. وبكده يا جماعة نكون سددنا ضريبة الموبايل بنجاح. كل حاجة تمت من الموبايل في دقايق معدودة. كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتكتب رأيك في الكومنتات. استنونا في فيديو جديد من قناتكم ضربة مفك.